فيديو جديد وحلقة جديدة. أهلا بكم، نورتونا في قناتنا. يا رب دايما تكونوا بخير ومبسوطين مع بعض وبالأخبار اللي احنا بننقلها لحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن تصريح فينيسيوس اللاعب البرازيلي لاعب ريال مدريد عن كريم بنزيما ويرسيه في رسالة وداع قبل ما يغادر كريم بنزيما سانتياغو برنابيو. فينيسيوس قال تصريح جميل جدا، قال النهاردة من أسوأ أيام حياتي بعدما لعبت اخر مباراة مع كريم بنزيما، وصرح كمان وقال ان كريم بنزيما كان من اهم الاعضاء اللي في الفريق واهم الناس اللي ساعدتني في نجاحي. فينيسيوس قال تصريح جميل جدا، ما نكرش مجهود كريم بنزيما، بالعكس قال ان هو قضى معاه افضل ايام حياته، وقال ان مشيانه من النادي هيأثر على فينيسيوس جدا، لان هو كان بيعتمد على كريم بنزيما في الملعب كتير، وكان هما الاثنين في بروباجندا بينهم قريبين من بعض في الملعب، وكان معتمد عليه بشكل كلي. صرح فينيسيوس وقال النهارده يوم حزين جدا، يوم رحيل كريم بنزيما، وقال ان النهارده ريال مدريد خسرت واحد من اهم اساطيرها، وقال ان هو النهارده احزن الايام دي من ساعه ما جه سانتياغو برنابيو. فينيسيوس بيصرح ان كريم بنزيما من افضل اللعيبه في العالم ومن افضل اللعيبه اللي مرت على ريال مدريد. كل التقدير لفينيسيوس، الاحترام اللي بينه وبين اللعيبه والاسلوب الجميل اللي بيتكلم بيه عن زمايله، دايما كل يوم بيثبت للناس ان هو انسان في تصريحاته. فينيسيوس من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم، لا خلاف على كده. فينيسيوس من افضل اللعيبه اللي موجوده في البرازيل او في العالم، من افضل الجناحات اللي موجوده في الدوري الاسباني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واللي بنزله دايما يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنساش الشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو انت مهتم باخبار الرياضه لحظه بلحظه وكل جديد بيحصل، فعل زر الجرس عشان يوصل لك الجديد في حلقتنا. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.